انا معايا ولد، انا معايا راجل. انا ابني بقى 13 سنه و14 سنه، بسم الله ما شاء الله، بقى ماشي جنبي راجل. يا حبيبتي، ابنك ال 13 وال 14 وال 15 سنه وانت طالعه عشان يبقى راجل لازم تخافي عليه. ده عز سن ان انت تخافي عليه. خافي عليه من ان هو يشرب سجاير، خافي عليه من ان هو يمشي مع حد مش كويس. اول ما تلاقي اسلوبه في الكلام اتغير، دوري على صحابه. اوعي تسكتي. اتعاملي مع ابنك في السن ده كانه بنت. خافي عليه كانك بتخافي على بنتك بالظبط، بس من بعيد لبعيد. بس لازم تديله مساحة ان هو برضو راجل، ما احنا بنربي رجالة. بس مش معنى ان انا ابني بقى راجل ان انا اسيب له السايب في السايب ويطلع براحته ويدخل براحته ويمشي براحته ويجي براحته، في الاخر خالص انا اللي هندم. لا، قولي له انا بربي راجل. انا بربي راجل. ازرعي جواه الرجوله، ازرعي جواه ان الراجل مش بالسجاير، الراجل مش بان هو بيطلع براحته وبيدخل براحته. بتربي راجل، خافي على الراجل من وهو صغير، وراقبيه من وهو صغير، ووجهيه من وهو صغير عشان يبقى فعلا راجل. انما يا فرحة قلبي انا معايا ابني بقى راجل 14 و15 سنة وسايباه، انا اللي هندم في الاخر. خافوا على اولادكم زي ما بتخافوا على بناتكم بالظبط.